في كأس العالم السنة دي نص كتاب الأرقام القياسية ممكن يتحرق قصاد عينينا. كلوزا قعد على عرش هدافين كأس العالم بتاع 20 سنة، هو معاه 16 هدف، بس ميسي وراه ب 13 ومبابي وراه ب 12، يعني 90 دقيقة واحدة ممكن تغير تاريخ عاش 20 سنة. ومش بس كده، ميسي ورونالدو هيكونوا أول لاعبين يشاركوا في 6 نسخ من كأس العالم. رونالدو اللي كل 10 سنين الناس تقول خلاص انتهى، لو سجل هدف واحد بس هيبقى أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. وكأن الراجل كل ما الناس تقرر تبعته على المعاش يعمل رقم جديد. طب وميسي بقى ايه؟ ميسي محتاج فوزين بس ويبقى اكتر واحد فاز في ماتشات في تاريخ كاس العالم كله، ومحتاج اسيست واحد بس ويبقى اكتر لاعب صنع اهداف في تاريخ البطوله. في وسط بقى كل ده في عيل شقي اسمه لامين يامال، هو مش هيعرف يخطف رقم بيليه بس قادر يعمل اصغر لاعب جاب اسيستات، اصغر لاعب مش عارف اسرع هدف، كل اللي انت عايز تقوله قوله. ده حتى حراسه المرمى داخلين العركه دي. عارفين اكتر عدد كلين شيت في كاس العالم كان كام؟ 10 مباريات. الرقم ده متقسم ما بين اتنين، الانجليزي شيلتون والفرنسي بارتيز. مانويل نوير عنده 7 كلين شيت وكورتو عنده 7 كمان، يعني 3 ماتشات ويتساووا معاهم وماتش زياده يكسروا ارقامهم. النسخه دي اصلا جايه تكسر كل حاجه، 48 منتخب و104 مباراه، وغالبا هتكون اكتر نسخه شهدت اهداف في تاريخ البطوله. يعني باختصار كاس العالم ده عباره عن مقبره للارقام القياسيه. دلوقتي جاوبني، ايه الرقم اللي نفسك تشوفه يتكسر؟ انا سونز، اعمل لايك وفولو واستنانا عشان لسه في ارقام قياسيه تانية هتتكسر.